بدأنا يومنا عند الدكتور ونهيناه ببيكنيك لطيف زي ما انتم شايفين كده. تعالوا احكي لكم تفاصيل اليوم. اول حاجه صحيت الساعه 4 مش جاي لي نوم، قعدت اتقلب لحد الساعه 5 كده، بعدين قمت عملت النسكافيه قلت خلاص ما فيهاش نوم بقى، وقعدت اذاكر شويه لحد ما ابني يصحى. ابني صحي، طلعنا على الدكتور عشان عنده ميعاد عنده النهارده، بس واحنا في طريقنا للدكتور قررنا نروح نفطر في سوبر ماركت ريفان. السوبر ماركت ده بيبقى عامل سلطات زي ما انتم شايفين كده، ومن ضمن السلطات فيها طعميه زي ما انتم شايفين، طعميه ساقعه جوه الثلاجه لكم ما تتخيلوا، وبيبيعها بالجرام. فعملت الطبق ده وكان سعره 3 يورو 51 سنت. بصراحة والله هي طعمية ساقعة بس طعمها لذيذ. المهم ابني مقرر ما ياكلش معايا فيها، فروحنا جبنا مخبوزات، هو اختار المخبوزات اللي بيحبها، وقعدنا قدام السوبر ماركت شوية أكلنا، وبعدين طلعنا على الدكتور. بصراحة ابني من يوم ما اتحجز في المستشفى الأسبوعين اللي فاتوا وهو عنده رعب 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 من الدكاترة، فمجرد ما وصلنا كان خايف وبيعيط، وأي ألعاب بديها له بيرميها، مش متقبل فكرة أصلا إن هو ممكن يروح لدكتور. مش عارفة أخليه يشيل الفوبيا دي إزاي، لأنه حبيبي لما خدوا منه دم شكشكوه جامد في المستشفى وما ركبوا له، كان له حاجات كتير كده صعبة مر بيها، فبقى بيخاف جدا. المهم فين وفين عرفت أقنعه وعرفت أهديه إن احنا لا يا حبيبي خلاص، هو بس الدكتورة تيجي تشوفك وبس. وخلصنا عند الدكتورة وقالت إن هو لا لسه ما ينفعش يروح الكيتا برضو، يعني لسه لازم يقعد معايا شوية. فقررت إن احنا نطلع نعمل بيكنيك. عديت اشتريت الشوايه اللي انتوا شايفينها ب3 يورو دي، ورحت عملت الخضار. بصراحة احنا كنا رايحين مكان تاني غير البيكنيك تماما، بس المكان ده كان هيبقى فيه اختلاط واطفال، وانا اخاف لحسن ابني ممكن يعدي طفل تاني، زي ما انا قاعده بدي على الام اللي جابت ابنها في الحضانه وخلت الطفل ده عدا ابني وهو ابنها عيان، فمرضهوش على اطفال غيري، اللي مرضهوش على ابني مرضهوش على اولاد غيري. فاخدت ابني وقلت نخرج لوحدنا بدل ما نروح المكان ده. كان فيه عاملين احتفاليه بمناسبه يوم الطفل، فكنت حابه اودي ابني فيها بصراحه يومها. لكن زي ما بقول لكم مستحيل، وبجد يا ريت اي ام ابوس ايدين رجليك يا شيخه ما توديش اولادك عيانين الحضانه، ما تعديش اطفال غيرك. خلاص ابنك تعبان اقعدي معاه وعالجيه، عشان والله بندعي عليكم بجد. المهم رحنا المحل التركي ده عشان خاطر نجيب لحوم حلال منه، واشتريت العيش ده سعره يورو 99 سنت، واشتريت الصوص الثوم ده سعره يورو 79 سنت، واتنين برجر سعرهم 4 يورو 69 سنت، واشتريت الفراخ دي وكان سعرهم 4 يورو 60 سنت، واشتريت 2 دبوسه سعرهم يورو 71 سنت، وتوتال كان سعرهم 14 يورو 78 سنت. وانطلقنا في طريقنا للجنينه. بس اول ما وصلنا الجنينه اللي احنا كنا بنشوي فيها السنه اللي فاتت، اكتشفت ان السنه دي ممنوع فيها الشوي. وللي ما يعرفش مهم جدا يا جماعه في المانيا هنا ان انت تبقى عارف الاماكن المسموح فيها الشوي عشان غرامتها كبيره. المهم دخلت على الموقع ده وشفت اقرب جنينه ليا مسموح فيها الشوي وقررت اروحها، بس للاسف كانت بعيده عني 40 دقيقه، فاللي هو كحرته ومرمطه، وانا اصلا ماشيه شايله العجله وشايله العربيه والحاجات، وابني نام وحاجه كده اخر كحرته. بس ما استسلمتش، قلت هخرجك يا واد، يعني هخرجك. وصلنا وعملنا بيكنيك زي كده، وكانت الاجواء لطيفه بصراحه، وكان في جنبي عيله سودانيه عاملين اجواء حلوه موت بصراحه. هم كانوا طلعوا بيتابعوني برضو بيعرفوني، والست جت سلمت عليا وكانت عسل قوي والله العظيم، واجواءهم كانت لذيذه الله يسعدهم يا رب. فبجد اتبسطت بيهم قوي. المهم كان في كذا اسره عربيه قاعدين، ابني حبيبي فضل يعيط عياط هستيري لانه كان خايف من النار، وكان طول الوقت عمال يقول لي هات المطافي هات المطافي هات المطافي. وغير خوفه من النار هو اصلا كان صاحي من النوم، وانا عندي ابني واصله كده وقت صحيان من النوم بيصحى مقريف شويه، فبيصحى متنكد شويه، فكان صاحي بقى خالص متنكد جدا. بس الحمد لله هديته في الاخر وفهمته ان دي مش حريق، وان احنا كويسين، ودي نار بس عشان نسوي عليها الاكل ده عشان ناكله. لحد ما في الاخر الحمد لله كان اقتنع، وهو زي ما انتم شايفين كده حط معايا الفراخ واللحوم والحاجات معايا بنفسه على الشوايه. وبصراحه كانت ساعه ما يعلم بيها الا ربنا لحد ما هدي الحمد لله. الله يعين الامهات يا رب، بتبقى ساعه زن انتوا عارفين. بس الحمد لله الواحد بيحاول يتملك اعصابه ويبقى عنده طولة بال، لان اكيد الطفل لما بيعيط بيبقى شايف مشكلته كبيره جدا. المهم نرجع لساندوتش البرجر بتاعنا. اول ما جيت فتحت العيش اتكسر في ايدي. ليه بقى؟ عشان العيش شكله تقريبا بقاله اسبوع قاعد في المحل، يعني بجد حاجه مستفزه قوي. انا بحبش اشتري اصلا من هناك من عند الاتراك في العموم ولا من عند العرب في العموم عشان خاطر الحركات دي بصراحه. المهم اول ما قطمت اول قطمه من الساندوتش الوحيد الناجي ما بين الاربعه، ده كان الوحيد اللي بقى كويس، اول ما خدت اول قطمه اتفتت كله زي ما انتم شايفين كده، فاللي هو حاجه اخر عك يعني. انا ما بحبش بجد اجيب من عندهم، حتى اللحوم لو لاحظتوا اسعارها اغلى بكتير من عند الالمان عشان بس كاتبين كلمه حلال.
عسل والله. هو أصلًا يعني كل الدبح هنا واحد في ألمانيا، ما علينا عشان بتتخانقوا معايا لمّا باقول كده. المهم الولد قام يلعب، بعدين وقع في المَيّة اللي أنتم شفتوها دي، فرُحت غيّرت له هدومه، قعدنا لعب شوية ولَف شوية حواليّا، وبعدين قررت آخد باقي الأكل معايا لإن إحنا ما كلناش غير البرجر بس وكنا شبعنا الحمد لله، وده هيبقى غدا بكرة ويس كده أنا مش هاطبخ يوم، دي أحلى لحظة في حياتي والله العظيم. المهم قررنا نطفي النار ونقوم نلم المكان ورانا. بصراحة أنا ابني كان عايز لسه يلعب شوية فسيبته يلعب شوية، لأن من يوم ما ابني تعب في اللحظة اللي تعب فيها ودخل فيها المستشفى، في اللحظة اللي لقيت ابني أنا بشيله ومش قادر يمشي على رجليه وبشيله وبنقله من مكان لمكان، ابني مش قادر يقف على رجله. من ساعة اللحظة دي وأنا قررت إن أنا أحمد ربنا على أي شقاوة هو بيعملها وعلى أي حركات هو بيعملها، وإني أبدا أبدا تاني مش هتضايق من شقاوته ولا هتضايق من حركته ولا هتضايق لما يبهدل المكان. فبالله عليكم لو أولادكم بيعملوا حركة كتير وانتوا بتتضايقوا احمدوا ربنا إن هم بيتحركوا. ربنا كان حاطيني في الاختبار ده أنا وابني الكام يوم اللي فاتوا دول عشان بس وقت ما يتشاقى ولا يلعب ولا كده ما اتضايقش تاني، لأن كان بقالي فترة بستهبل كده واقول البيت دايما مكركب، البيت دايما مش عارفه ايه، لان هو حبيبي بيتشقى كان زي اي طفل. فبجد بعد الموضوع ده بقيت خلاص يعيش ويكركب، يعيش ويخبط، يعيش ويكسر، يعمل اللي هو عايزه. حبيبي اهم حاجه يكون بصحته، وربنا يا رب يتمم شفائه على خير. هو الحمد لله حاليا اتحسن جدا خلاص، الدكتوره قالت انها 3 4 ايام كده ويعرف يروح تاني الكيتا ويعرف يتعامل عادي مع الاطفال ويبقى خف تماما. بس قضينا 14 او 15 يوم ما يعلم بيهم الا ربنا بجد.